السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أحلى طبق تونة هتاكلوه في حياتكم. تونة خطيرة، طعم لذيذ. انسى أي طريقة تاني عملتيها قبل كده للتونة. من النهاردة هتعشق التونة. جربي الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبك، وهتسيبي لي كومنت حلو تحت الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه هنصفي المحلول او الزيت بتاع علبه التونه. انا عندي علبه تونه بس، وهنعمل طبق خطير. هنحط بصلايه كده انا مقطعاها تتشوح بس، معلقه توم صغيره مهروسه، وهنقلبها كده مع البصل، وهنشوح التوم كده مع البصل، وهنضيف كده الملح، نص معلقه ملح، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره، ونص معلقه فلفل اسود. وهنشوح البهارات كده مع البصل. انا كده شوحت البهارات مع البصل، وهنحط فلفل مقطع كده، فلفل حار على فلفل رومي، وهنشوحهم كمان معاهم. انا عايزه كده ريحه البهارات كده لما تظهر وتشويحه حلوه كده للبهارات مع البصل مع الفلفل، يتشوحها تشويحه حلوه. هنقلب كده البصل والخلطة الرهيبة دهية بتاعت التونة، ونسيبهم يتشوحوا كده حاجة خطيرة. هنجيب علبة التونة وهنديها كمان تشويحة نص دقيقة بس. انا حطيت التتبيلة بتاعتي، الملح والفلفل وكل البهارات. حطيت معلقة من الخل كبيرة، خلاص هنرفع من على النار. حطيت معلقة خل. عملت اجمل طبق تونة هتاكلوه في حياتكم. جربوا الوصفة دي واكيد هتعجبكم ان شاء الله. ولو عجبتكم الطريقة سيبي لي كومنت حلو تحت الفيديو. طبعا هنعمل نفس الطاسة، هنعمل اجمل طبق فول بطعم الفراخ. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك، علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. لو استفدت من اي معلومة من الفيديو اضغطي لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، لان طبق التونة ده خطير. هتجربيه وهيعجبك ان شاء الله. حاجة كده تحفة، ولا طعم معلقة خل التفاح مدية لذاذة كده ومزازة، حاجة تحفة. يلا نعمل اجمل طبق فول بالفراخ. معايا طاسة فيها معلقة زيت. انا عندي كده قطعة فراخ مستوية كده وزايدة كده في التلاجة، هنطلعها وهنعمل طبق الفول الخطير ده. هنشوحها تشويحة حلوة، وهنحط البهارات، نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة. هنحط الفلفل الحار على الفلفل الرومي. لو ما حطاش فلفل كده هنحط معلقة ربع معلقة شطة. هنحاول نحروق كده الفراخ علشان تدينا الطعم اللذيذ. مش هنكتفي بالتجليب بس والتحمير، احنا هنحروقها علشان تطلع كل الطعم الخطير كده في الفول. هنحاول كده نقلب ونشوح كله في بعضه كده، البهارات مع الفراخ مع الفلفل، تجليبه حلوه. وهنحط الفول طبعا شوية مية كده علشان يتسبك، تدينا تسبيكة حلوة. هنسيبها لمدة 5 دقايق بالظبط، لحد ما المية اللي انا زدتها كده علشان تسبيك الفراخ مع الفول، نص معلقة ملح، وهنقلب. وهسيبكم مع الجمال ده، احلى طبق تونة على احلى طبق فول بطعم الفراخ طبعا. وجربوا الطريقة وهسيبوا لكم كومنت حلو تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.